صباح الثلاثاء 27 من إبريل نيسان 1909. في ذلك اليوم عاش عبد الحميد أصعب ساعات حكمه خلال 33 عاما. لم يكن السلطان وأسرته يعلمون أي نوع من المستقبل ينتظرهم. مع خلع والدي بدأت أول أيام المستقبل المر والحزين بالنسبة لي، وفيما كانت أصوات المدافع القوية يرتد صداها من جدران القصر فيهتز له زجاج النوافذ، أحسست بالألم في قلبي فانهمرت الدموع من عيني، وكان أول ما قلت متضرعة إلى الله: يا رب ارحم أبي، هب له حياته. العرش والتاج كله لا يعني شيئا، فكل ما يمكن فعله الآن هو الدعاء إلى الله كي يحمي لنا حياته ويحفظه من شر القضاء، وانتظار العون من ربنا تبارك وتعالى. ملجأنا هو الله. ما كنا نسمعه من قدماء القصر منذ نعومة أظفارنا هو خلع السلطان عبد العزيز وقتله. هذه الحادثة المفجعة تركزت في أدمغتنا، وكان هناك احتمال أن نتعرض للمصيبة نفسها. كانت هذه الفكرة المخيفة تراودني فتجعلني أنهار وأرتجف، وتنهمر الدموع من عيني وأجهش في البكاء. وعلى الرغم من ذلك كان أبونا أكثر رباطة جأش، فبقي على هدوئه ووقاره وأسلم أمره إلى الله. فهو جالس خلف مكتبه بالصالة الصغيرة مشغول كالعادة بكتبه وأوراقه، وكأنه لا يسمع أصوات المدافع والبكاء والعويل. ثم بدأت مدافع الجلوس، وحان اليوم والساعة الرهيبة. كنا نبكي وندعو وهو يوصينا برباطة الجأش ويعمل على مواساتنا. كان الباب مفتوحا على مصراعيه وكلنا واقفون أمام الباب. دخل جواد بيك وأبلغ بقدوم وفد من المجلس الملي. أجاب والدي قائلا: ليتفضلوا. دخل الوفد يتقدمهم رئيس الكتاب، كانوا 4، وقفوا قبالة والدي وحيوه بصورة مقتضبة، فرد عليهم والدي بمثلها. القادمون هم أسعد طبتاني الأرناؤوطي، وعارف حكمة باشا اللاز، وأرام أفندي الأرمني، وقراسو أفندي اليهودي. بادر أسعد طبتاني وهو الأول بين الحاضرين بقوله: لقد عزلك الشعب. أجاب والدي بصلابة وصوت جهوري: أظن أنك تريد أن تقول خلعني. حسنا، فما سبب ذلك؟ هنا بدأ الرجل الثاني وكان عسكريا. عرفنا فيما بعد أنه عارف حكمة باشا بقراءة الفتوى. بدأت الفتوى بجملة: إذا قام إمام المسلمين بطي وإخراج بعض المسائل الشرعية المهمة من الكتب الشرعية وبمنع وإحراق الكتب المذكورة. وعندما وردت جملة منع وإحراق الكتب الشرعية قال: أي الكتب الشرعية أحرقتها؟ أقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أنصت للفتوى حتى نهايتها. ولما انتهت قراءة الفتوى سأل عارف حكمة باشا: أي مقام أصدر هذا القرار؟ أجاب عارف حكمة: المجلس الملي. قال أبي: هكذا إذن، من يرأس هذا المجلس؟ فلما أجيب بأنه رئيس الأعيان سعيد باشا قال بنبرة المندهش: سعيد باشا؟ أحقا هو؟ ثم أضاف: عملت من أجل أمتي ودولتي 33 عاما، وسعيت من أجل سلامة بلادي، خدمت ما بوسعي أن أخدم. يقضي الله ما يشاء، ورسول الله هو من سيحاكمني. أسلم هذه البلاد كما استلمتها، لم أعطي أحدا شبرا من تراب. أترك خدماتي لتقدير الحق تبارك وتعالى. وما الحيلة؟ فقد أراد أعدائي أن يغطوا كل خدماتي بغطاء أسود، وقد نجحوا في ذلك.